وانظر إلى المثال العجيب الذي ضربه ابن القيم رحمه الله تعالى لتوضيح ذلك: كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات طيبات. هذا مثال يوضح لنا حال العاصي تقع نفسه في معصية من المعاصي تستهوي فيقع فيها، ثم تحرمه من طاعات كثيرة هي خير له من الدنيا وما فيها. فليتفكر المرء في هذا الأمر الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، فإنه سيراه واقعا في كثير من الناس حرموا من طاعات كثيرة بسبب المعاصي التي استهوتهم وشغلت أوقاتهم. نعم.